هوار محمد إلى حد الآن لا يلعب في أي نادي، لا يلعب في أي نادي هوار، ونجده بهذا المستوى وهو ينم على احترافية هذا اللاعب رغم أنه لا يلعب في الدوري العراقي ولا حتى ينتمي إلى نادي. فيصل تفضل. لك زميلي حمد جاسم، على يميني نشأة أكرم نجم الكرة العراقية. طبعا نشأة ظهرتم بصورة ممتازة، هناك فرص شبه محققة بالنسبة للمنتخب العراقي ولكن لم تنهوها لمصلحتكم. طبعا اكيد يعني الحمد لله واشكر انه قدرنا انه نحصل على النتيجه. طبعا كانت تهمنا هذه النتيجه لانه اعتقد ان المنتخب العراقي غاب مده طويله، خصوصا هذا التشكيل، هذه اللاعبين انه ما لعبوا ما يقارب سنه او سنه وشهرين، ما لعبنا مباراه وديه او مباراه رسميه مع بعض. لعبنا في بطوله غرب اسيا اللي كانت في الاردن، وصلنا الى دور نصف النهائي، لكنه كان اغلب اللاعبين ما موجودين مع الفريق. اليوم ممكن تمرنا يومين او 3 ايام مع الفريق. اكيد شيء مفرح انه الفريق يظهر بهالاداء الجميل هذا وبهالروح وبهالانسجام اللي داخل الملعب. نتمنى انه تكون مباريات قادمه اكثر حتى انه نستفاد، الفريق العراقي يستفاد، خصوصا انه بطولتين قادمه، بطولتين مهمه للمنتخب العراقي، بطوله الخليج بطوله مهمه، والبطوله الاكبر اللي هي بطوله المواسي بصفتنا انه احنا بطل النسخه السابقه. هذا ما كنت اود ان اسالك عنه كابتن نشأة، طبعا عن كاس الخليج، حظوظ المنتخب العراقي وايضا حظوظكم انتم في الحفاظ على لقب غالي عليكم وهو كاس اسيا. اكيد طبعا، اكيد كل بطوله لها اهميتها. يعني اعتقد انه بطوله الخليج بطوله تنافسيه اكثر ما انه تكون فيها مستوى، اكثر ما انه يكون نتمنى انه نظهر، خصوصا انه احنا الفتره الاخيره شاركنا في بطوله الخليج لكنه كل المشاركات كانت يعني مخيبه للامال. نتمنى انه الفريق يعد اعداد جيد، تكون مباريات على مستوى عالي حتى الفريق انه يستفاد والانسجام يكون موجود مع داخل الفريق. متى ما كان الانسجام، شفنا اليوم الانسجام الحمد لله، قدرنا انه اللاعبين نوظف انفسنا داخل الملعب ونوظف امكانياتنا، والحمد لله انه صبت كلها في خدمه المنتخب. نتمنى انه يكون الاعداد افضل حتى انه المستوى يكون افضل والنتائج تكون افضل للمنتخب العراقي. نشأة، تسمح لي استثمر وجودك معنا على شاشه الجزيره الرياضيه نتحدث عن تجربتك الاحترافيه في هولندا، ايضا الدروس المستفاده من هذه التجربه وخلاصه هذه التجربه بالنسبه لنشأة أكرم. اكيد يعني طبعا بالتجربه الاحترافيه كان فيها ايجابيات وكان فيها سلبيات، لكنه الحمد لله اعتقد انه استفاديت بهذه التجربه. كنت اتمنى انه اكون متواجد في اوروبا، خصوصا مع فريق كبير مثل اف سي تورنتو. الحمد لله انه ممكن اول مره يحصل الفريق على بطوله الدوري. كنت لاعب دائما اشارك في المباريات، كان طموحي انه العب كلاعب اساسي، تعرف، لكنه فرصه صعب انها تجي من الشرق الاوسط انه تروح لاوروبا وتلعب كلاعب الاساسي، لكنه الحمد لله قدرت انه اثبت تواجدي دائما انه اكون موجود مع الفريق. لكنه الاصابه اللي تعرضت لها بشهر الواحد بعد بدايتي انه كنت اشارك لاعب اساسي، لكن تعرضت على اصابه. نهايه الموسم عدت مع الفريق والحمد لله قدرت انه اتوج بطل في دوري غالي والدوري الهولندي ومن افضل الدوريات اللي موجوده في اوروبا وحتى في العالم. اعتقد انه كانت تجربه استفاديت منها. اتمنى انه اوصل مشواري، خصوصا انه الحمد لله انه كل الانديه اللي شاركت بها حصلت بها بطوله دوري وبطوله كاس. اتمنى انه هذا الانجاز انه يتوج في المستقبل ان شاء الله مع اي نادي اكون موجود به ان شاء الله. كل التوفيق والشكر لك ان شاء الله.